عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير وبتوحشوني جدا. صلوا بينا على النبي. كرتونة البيض بقت ب100 جنيه ومش عارفين نجيبه، وكيلو الحليب او كيلو اللبن بقى ب22 جنيه وبقى غالي جدا. معنى كده ان احنا ما نعملش كيكة للولاد يحلوا بيها ويفرحوا في الاجازة كده وهم قاعدين بالليل؟ لا طبعا نعمل ونعمل كمان. شايفين الكيكة القمر اللي قدامكم دي؟ اقسم بالله يا جماعة عاملاها من غير بيض ومن غير حليب، تحفة وهشة وخفيفة زي اللي بنعملها ببيض واحلى كمان. وصوص الشوكولاتة القمر اللي على الوش ده عاملاه بالمية من غير لا حليب ولا شوكولاتة. الكيكة دي اقتصادية جدا، اتحداكي كل ما هتخلص هتعمليها، لانها مش مكلفة وطعمها حلو جدا، هتاكلوا صوابعكم وراه. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا، وأول حاجة هنبدأ بيها المكونات الجافة، وهننخلها 5 مرات علشان أدخل فيها الهواء ويكون بديل للبيض. هنا معايا كوبايتين من الدقيق، وعليهم كيس من البيكنج باودر اللي هو 16 جرام، وياريت كمان نحط شوية كده من البيكنج صودا أو الكربونات اللي احنا عارفينه بتاع الطعمية وبتاع العرقسوس. أنا حطيته في المكونات يا جماعة، بس ما للأسف اتمسح من التصوير. هننخلهم 5 مرات. يبقى معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم كيس من البيكنج باودر او معلقه كبيره كده هرميه من البيكنج باودر، وعليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا او اللي هو الكربوناتو بتاع الطعميه وبتاع العرقسوس. خلاص. اهم حاجه ان احنا ننخلهم 5 مرات علشان الهواء كده يدخل جوه الدقيق ويخلي الكيكه بتاعتنا ترتفع وتبقى هشه. هنيجي بقى للمقادير السايله. معايا كوبايه وربع من السكر. خلاص، ممكن نخليها كوبايه واحده بس بتكون مظبوطه جدا لو كوبايه وربع، او كوبايه ومعلقتين كبار كده من السكر. هحط عليهم معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام. طب انا ما عنديش كاكاو خام يا دنيا، مش هعمل الكيكه؟ لا يا حبيبتي، هتعمليها باي نوع كاكاو عندك، حتى الكاكاو المحلى بتاع الحليب بتاع الولاد ممكن نستخدمه، بس في الحاله دي هتستخدمي 3 معالق كبار مليانه. يبقى لو الكاكاو خام هتستخدمي معلقتين علشان هو بيكون مر ولونه غامق، ولو كاكاو من العادي هتستخدمي 3 معالق كبار مليانين. ومعايا كده معلقه صغيره من الفانيليا السايله او كيس من الفانيليا. هتقولي ده مفيش بيض هحط فانيليا ليه؟ لا، بتخلي الطعم حلو. وهنا معايا كوبايه من الميه الدافيه، مش سخنه قوي بتغلي ولا بارده، بتكون متوسطه، ورشه كده من الملح خفيفه. ومعايا كيس من النسكافيه ده اللي هو بالفانيليا. انا بحطه ليه؟ بحطه علشان النسكافيه بيعزز طعم الكاكاو، بيخليه طعمه واضح وباين قوي، طعم الشوكولاته بيكون باين، وفي نفس الوقت كمان هيديله طعم وريحه حلوه قوي. هحط كده من الكيس ده 3/4، وهسيب الربع علشان هستخدمه بعد كده مع بعض. ولو عندك الكيس اللي هو ال50 الكوفي ميكس ده ممكن تضيفي كيس كامل، مفيش مشكله خالص، اي نوع. وهنا معايا معلقه كبيره مليانه من الخل، ومعايا بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها السكر والميه هعير بيها كده كوبايه الا ربع من الزيت. هنغطي بقى شفشق الخلاط ونضرب المكونات دي مع بعضها كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر داب 100% وما عادش فيه اي اثار للسكر خالص. دي خطوة مهمة في اي كيكة بنعملها يا جماعة. كده خلاص ضربتهم كويس. هننزل بالمكونات بقى اللي في شفشق الخلاط فوق الدقيق، ونحاول ننزل كل المقدار اللي معانا كويس، ونبدأ نخلط في اتجاه واحد وبالراحة، ما تخلطيش بسرعة وما تعمليش عكس الاتجاه، لان انا كده بدخل الهواء جوه الكيكة، ولو عملتي عكس الاتجاه الكيكة الهواء هيخرج منها. فبتقلبي كده في اتجاه واحد وبالراحة. بيكون ده القوام يا جماعة. بصوا قوام اهو، لا تقيل قوي وغليظ ولا بيكون خفيف، بيكون متوسط كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا معايا صينية مقاس 24 اللي هي اصغر مقاس في الصواني. دهنتها كده بدهنة زيت او سمنة، وعفرتها كده بتعفيرة دقيق بسيطة، وبعد كده صبيت الكيكة فيها ونزلتها كلها. هنخبط الكيكة كده تخبطتين على الرخامة علشان لو فيها اي هوا يخرج وما تعملش فجوات في الكيكة. بنولع الفرن قبلها ب5 دقايق او 7 دقايق بالكتير على درجة حرارة 180. بنحط الكيكة في الرف اللي في النص، بتاخد تقريبا 40 دقيقة 45 دقيقة وتكون استوت. وبنعملها معاملة الكيكة اللي بالبيض العادية خالص، ما بنفتحش عليها ولا اي حاجة خالص لحد ما بترتفع وتهيش كده وتعلى. وبعد كده بنولع لها الشواية من فوق تحمر الوش حاجة بسيطة. تعالوا بقى على ما الكيكة تستوي نعمل صوص الشوكولاتة الرهيب الاقتصادي اللي طعمه يجنن. هنا معايا ربع كوباية من السكر، يعني تقريبا 3 معالق كبار مليانين من السكر. هحط عليهم كمان معلقتين كده مليانين
من الكاكاو الخام. وزي ما قلت لكم لو مفيش كاكاو خام وهتستخدمي الكاكاو المحلى او اي نوع كاكاو تاني هتستخدمي 3 معالق. وهفضي بقية كيس النسكافيه اللي احنا حطيناه نصه او 3/4 مع الكيكة، واحط لها كده نقطتين من الفانيليا. وزي ما بقول لكم انتوا ممكن تستخدموا اللي هو الكيس ال50 ده، ممكن تستخدمي كيس في الكيكة وكيس في الصوص. واحط لها كده 1.5 معلقة من النشا، واحط لها كوباية من المية باردة من الحنفية عادي. وهنقلبها وندوبها كده لحد ما نقلب وندوب كل المكونات مع بعضها. وبعد كده هرفعها على النار وهقلب فيها باستمرار لحد ما قوامها يتقل ويكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة ان احنا نسيبها تغلي شوية على النار علشان طعم النشا يختفي خالص وما يكونش موجود. بصوا صوص شوكولاتة رهيب رهيب يا جماعة، بجد طعمه يجنن وقوامه وشكله وريحته يجنن. احنا مش هنحضر الصوص بسرعة، بنستنى شوية في نص الكيكة وهي بتستوي نحضره. هنا معايا مكعب كده من الزبدة او معلقة من الزبدة، حطيتها علشان تدي للصوص لمعة وتديله طعم حلو. طب انا لو ما عنديش زبدة ممكن استخدم ايه؟ ممكن تستخدمي معلقة سمنة بلدي. طب ما عنديش لا سمنة بلدي ولا زبدة، استخدم ايه؟ تستخدمي معلقة زيت. اي حاجة هنحطها هتمشي، انا بس بدي لمعة للصوص. وهقلبه كده لحد مكعب الزبدة ما يختفي. هنجيب بقى نص كوباية من المية علشان هنعمل شربات كده نسقي بيه الكيكة. حطيت لها كده من نص كوباية من المية، حطيت لها معلقة من السكر، وحطيت لها كده معلقتين من الصوص اللي احنا عاملينه. وهنقلبهم وندوبهم في بعض لحد ما ندوب الشوكولاتة والسكر في قلب المية. الصوص ده هشرب بيه الكيكة اول ما تخرج من الفرن وتبرد شوية. ودي الكيكة بعد ما خرجت من الفرن ريحتها تجنن وطرية جدا. هقلبها كده على طبق وبعد كده هغطيها بفوطة علشان ما تنشفش وهسيبها لما تبرد. ودي الكيكة بعد ما بردت خالص ومفيش اي درجة حرارة فيها، شايفين يا جماعة طرية جدا وتحفة وهشة جدا. هنجيب بقى نص كوباية الشربات اللي احنا هنسقي بيه الكيكة، وما تخافوش ما بتعجنهاش ولا اي حاجة خالص. هنسقيها كده من كل جنب ونسقي الاطراف ونسقيها كلها علشان تكون طرية. بعد كده ده صوص الشوكولاتة بعد ما برد، هنزل كده على الكيكة بصوص الشوكولاتة كله، واحاول ان انا افرده كده على وش الكيكة. بص الصوص جميل يا جماعة وبيلمع فيه لمعة رهيبة وطعمه تحفة. وهنا كان عندي شوية كريم شانتيه كده كانوا باقيين من حلويات كنت بعملها، بصراحة استخسرت ارميهم فحطيتهم على وشها. ودي مش خطوة اساسية خالص، ده اختياري، اللي عايز يعملها يعملها واللي مش عايز بلاش. بس انا بصراحة استحرمت ان انا ارميهم. حطيت كده خطوط عشوائية كده على وش الكيكة. وبعد كده بخلة كده او طرف سكينة او اي حاجة بتعملي خطوط كده رايحة جاية بتديها شكل بس مش اكتر. وهنا هنستنى بقى لما الكيكة والصوص يبردوا خالص، والاحسن ان انت تحطيها قبل الاكل في التلاجة بساعة. انا هنا قدمتها معاكم على طول ومع ذلك كانت زي العسل. بص صوص الشوكولاتة عامل ازاي، طعمه تحفة. والكيكة تجنن تجنن تجنن. كيكة طرية وهشة وخفيفة، احلى من اللي بنعملها بالبيت وارخص بكتير. والكيكة يعني مش قادرة اوصف لكم حلاوتها ولا جمالها ولا حاجة توصف الجمال ده كله. بصوا عاملة ازاي يا جماعة. وهنحلي احنا وولادنا مهما كان البيت غالي والحليب غالي، هنحلي. حبايب قلبي الفيديو بتاعنا خلص. اللي عجبته الكيكه يا ريت يعمل لي لايك، مستنياكم تجربوها بجد، هي رخيصه ومش مكلفه، وقولوا لي ايه رايكم فيها. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.